مساء الخير على أصدقائي وحبايبي، الأهلي فاز على الإسماعيلي 2-0 والإسماعيلي في موقف حرج جدًا، ربنا يكون في عون جماهير نادي الإسماعيلي، النادي الكبير واقف قيد ما عندوش لعيبة، اعتمد على أولاد النادي واللعيبة الشباب الصغيرين. أتمنى الإسماعيلي يطلع من كبوته. الأهلي النهارده باقيّم كاموش المهاجم الجديد، لعيب عادي، شايفه إن هو مش لعيب مهاري، ما بيعملش sprint، التحاماته ضعيفة، حتى الكرة اللي عمل فيها control كده طوْلت وما عرفش يتصرّف فيها، فواضح مش ده فيرود النادي الأهلي بعد وسام أبو علي وبعدين جه محمد شريف. حتى محمد شريف النهارده لمّا نزل بدأ يبقى في خطورة في الحتّة الهجومية، لكن كاموش ده حتى اسمه ما فيهوش مهارة، كاموش، كامش، كاموش. فتحس إن هو مش راكب كده مع النادي الأهلي. بالعمري النهارده لمّا نزل باك ليفت بدأ يلعب السهل، محتاج وقت بالعمري عشان يثبت وجوده، لكن عنده كورة. بس برضه هو جاي بعد علي معلول، علي معلول عمل إنجازات كبيرة جدًا، كان مفتاح لعب قوي جدًا مع النادي الأهلي، والمكان ده كمان تحديدًا من أيام بقى الكابتن ربيع ياسين، وبعد كده محمد عمارة، وفي بعد كده الراحل محمد عبد الوهاب، وسيد معوّض وجilberto، وبعدين جه علي معلول ختم المكان ده وباك ليفت النادي الأهلي. فجمهور الأهلي عايز نفس الquality ده، وأعتقد هيبقى صعب جدًا إنك تلاقي quality زي علي معلول الفترة دي. ممكن بالعمري لمّا ياخد ماتشات يثبت وجوده أكتر. ده كان تقييمي يعني لكاموش وبالعمري النهارده، وكده خلّصت الlive، أشوفكم في live جديد، سلام.